السلام عليكم. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة ستريبس الدجاج المقرمش الكريسبي اللي عليه طبقة الكرمشة اللي بنشوفها عند KFC. وكمان هنعمل مع بعض رز الريزو نفس الطريقة اللي بيعملوها في المطعم بالظبط. هتدوقوا الطعم وهتشوفوا بنفسكم. تعالوا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي كيلو من الصدور واغسليه كويس جدا وقطعيه بالطول بالشكل اللي احنا شايفينه ده، يعني قطعيه صوابع كده وتكون سميكة زي ما انت شايفاها كده بالظبط. يعني معايا هنا 3 صدور تقريبا حوالي كيلو. هاتي بقى بولة وحطي فيها نص كوباية مية باردة و2 معلقة كبيرة من البابريكا، وكمان نص معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر، معلقة صغيرة شطة اختياري، ده ممكن تزودي عن كده، تقدري تحطي لغاية معلقة كبيرة شطة، وهتحطي نص معلقة صغيرة كده زعتر، ونص معلقة كمان معلقة كبيرة، نص معلقة كبيرة مش مليانة من الملح، وعلى طرف المعلقة كده بس حاجة بسيطة كربونات الصوديوم. هاتي بقى الفراخ بتاعتك وحطيها في الخليط اللي انت عملتيه وقلبهم كويس جدا، يعني خلي كل قطعة من الدجاج تتغلف كويس بالخليط اللي انت عملتيه ده علشان تكون نفس الطعم وتاخد كلها من التتبيلة. بعد ما تخلصيها حطها في التلاجة من 3 ل 4 ساعات، وياريت كمان تبيتيها ليلة كاملة في التلاجة، يكون أفضل كتير قوي. هاتي بقى صينيه او بوله، حطي فيها كوبايتين كبار من الدقيق مع 3 معالق كبار من النشا، يعني حوالي نص كوبايه تقريبا، مع معلقه صغيره من الفلفل الاسود ورشه توم باودر، يعني تقريبا نص معلقه، ورشه كده من الزعتر، ومعلقه صغيره مش مليانه من الملح. الملح ده اظبطيه على حسب راحتك، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وكمان قلبيهم بقى كويس جدا. هاتي بقى الفراخ من التلاجة اللي انتي بيتيها ليلة كاملة او سبتيها من 3 ل 4 ساعات. هاتي بقى، يبقى انا عندي كده البولة فيها مية ساقعة بتلج، وعندي كمان الخليط اللي احنا عملناه، الدقيق والنشا والتوابل اللي حطيناها. انزلي بقى هاتي قطع الستريبس دي، صفيها من الصوص اللي فيها ده او من السوائل اللي فيها، وحطيها في خليط الدقيق والنشا وقلبيها كتير جدا كويس قوي بالشكل اللي انتي شايفاه ده. وبعدين خدي قطعة قطعة حطيها في المية الساقعة، وبعد ما تحطيها في المية الساقعة رجعيها تاني، يعني غمسيها كده تغميسة كده بسيطة في المية الساقعة، نزليها وطلعيها على طول. وبعدين لما تكملي الكمية كلها اعمليها كلها، وبعد كده قلبيها كلها كويس جدا. هتلاقي عندك كده عملت طبقة الكرمشة اللي انت بتشوفيها. امشي على التفاصيل دي بالظبط، هتطلع لك زي ما انت شفتيها في اول الفيديو وزي اللي انت بتاكليها في المطاعم بالظبط. بصي طبقة الكرمشة دي بقى لما تقليها هتطلع لك نفس الشكل بالظبط وكمان نفس الطعم. هاتي بقى بولة ويكون فيها زيت كتير، مهم جدا الخطوة دي، او حلة، بلاش ووك او طاسة، او حلة وحطي فيها زيت كتير. المهم يبقى قطع الدجاج غطسانة في الزيت بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبعدين الزيت سيبيه يسخن كويس جدا، ونزلي قطع الستريبس وحاولي تهدي حاجة بسيطة، ما تهديش ما توطيش عليها، بس يكون هادي بس شوية بحيث انه يستوى. ولما تلاقيه اخد اللون الذهبي اللي انت شايفاه ده، ابدأي بقى طلعيه على مصفى، بلاش مناديل مناشف علشان هيطرى منك. مهم كل الخطوات اللي بقولك عليها دي، وطلع معانا بالشكل التحفة ده. تعالوا بقى نبدأ نعمل الرز. وعلشان تعملي الرز لازم تبدأي بالصوص اللي انت هتحطيه على الرز، وهو عبارة عن 3 معالق كبار من الكاتشب و3 معالق كبار من الصلصة البيتي اللي دايما بنعملها مع بعض، زائد 2 معلقة كبيرة من الصويا صوص، وكمان معلقتين كبار من الويستر شاير صوص لو ما عندكيش المكون ده مفيش مشكلة، ومعلقة كبيرة من الباربيكيو صوص، ومعلقة كبيرة من التشيلي صوص، ومعلقة كبيرة من الهوت صوص. والهوت صوص ده تقدري تزودي زي ما انت عايزة. سيبي بقى الخليط ده على جنب، وهاتي بقى حلة حطي فيها معلقة كبيرة من الزبدة، معلقة ونص، دول مكعبات صغيرة يعني تقريبا حوالي معلقة ونص، مع شوية زيت. هاتي بصلتين وسط أو واحدة كبيرة قطعيها مكعبات صغيرة زي ما انت شايفة كده، وحطي عليها 4 فصوص توم مفرومين، لو كبير كفاية 3 بس، وشوحي لغاية ما يدبل حاجة بسيطة. انزلي بمعلقة ونص من السكر، معلقة ونص كبار، وانزلي بمكعبين من مرقة الدجاج. هنا بقى الاختلاف، انا حاطة هنا مكعبين بس، المفروض في المطعم لكل كيلو بيتحط 12 مكعب من مرقة الدجاج، وده طبعا خطر جدا لان احنا عارفين مكوناته، وانا ما بستخدمش المرقة دي غير في الحاجات الضرورة. كده كده ولادنا بيشتروا الريزو من بره، فنعمله احنا بطريقة صحية في البيت، يعني اقل الاضرار حطينا مكعبين.
ولما البصله تدبل بقى كده بسيط والسكر نشوفه يتكرمل شويه، احط نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود وكمان معلقه صغيره من الملح على حسب رغبتك، لان هنا هتحطي صوصات هيزود الملوحه، فحاولي تدوقيه الاول وبعد كده ابقي حطي الملح، وكمان انزلي بنص معلقه صغيره من الكركم ومكعبين الدجاج اللي احنا حطيناهم طبعا. يبقى دي كلها كده هي البهارات. انزلي بقى بالصوصات وقلبي كويس جدا دقيقه كده، وانزلي بالرز. دول الكميه 3 كوبايات رز للمكونات اللي احنا حطيناها دي. قلبي كويس في الصوصات لغايه ما تسمعي صوت الخرفشه بتاعه الرز كده. ابدأي بقى انزلي بالميه السخنه بتاعتك. انزلي بيه، اعمليه رز عادي خالص، بس الفرق ان انت من وقت للتاني هتقلبيه علشان ما يتلسعش من تحت او يشيط من تحت، يعني بمعنى اصح. قلبي بقى وغطيه لغايه ما يغلي. ابدأي بقى غطيه كويس وهدي عليه النار قوي، خليه يستوي بقى براحته. المهم ما تزوديش الميه علشان ما يعجنش منك. وزي ما انت شايفه كده من وقت للتاني بكشفه وبقلبه علشان ما يشيطش او يتلسع من تحت. وده كده الرز خلص معانا والستريبس كمان خلص معانا. تعالوا بقى نشوف هنكون الطبق بتاعنا ازاي. بجد نفس الطعم بالظبط، شايفين حتى شكله بجد فظيع، وريحته وطعمه خطير جدا جدا جدا. تعالوا بقى اقول لكم هنكون طبقنا ازاي. في بوله كده حطيت كميه الرز وجبت الستريبس زي ما احنا شايفينه مقرمش كده، بس معلش الصوت مش واضح. بصوا باين من التقطيعه هو قد ايه كريسبي. هنجيب بقى طبق الرز وهنحط عليه بقى قطع الستريبس اللي قطعناها دي. تقدري بقى تاكلي الستريبس كده مع الرز، وتقدري كمان تعملي منه طبق ريزو زي اللي احنا بنعمله ده بالظبط. شايفين؟ وبعد كده بقى لو انت عايزه تعملي صوص الريزو، او لو انت عندك صوص ريزو، انا عندي صوص ريزو كنت عاملاه وحطاه في السوسيره بتاعه الصوصات، ونزلت كده على قطع الستريبس او قطع الريزو. الفتره الجايه ان شاء الله هعمل لكم كميه صوصات حلوه جدا. ايه رأيكم بقى؟ مهم جدا عندي رأيكم، عايزاكم تجربوه وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.